أهلاً بيكم يا شباب في فيديو جديد. كتير مننا بيحفظ كلمات إنجليزي، لكن لما بيجي يستخدمها في الإيميلات أو الشغل أو حتى الكلام العادي بيتلخبط في المعاني المتعددة للكلمة الواحدة، أو مش بيعرف إيه الفرق بين الكلمات المتشابهة. في فيديو النهاردة جمعت لكم قائمة بكلمات وتعبيرات مهمة جداً لا غنى عنها. هنفصص كل كلمة، هنعرف كل معانيها، وناخد أمثلة عليها بالإنجليزي والعربي. جهز كوباية القهوة وركز معايا. قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. جاهزين؟ يلا بينا. 1. Additional documentation. Additional documentation المعنى وثائق إضافية أو مستندات إضافية تستخدم في السياق الرسمي أو العمل. المثال الإنجليزي Please send the additional documentation to my email. الترجمة يرجى إرسال الوثائق الإضافية إلى بريدي الإلكتروني. 2. Are there any. Are there any المعنى هل يوجد أي تستخدم للسؤال عن الجمع. Are there any questions before we finish the meeting؟ الترجمة هل يوجد أي أسئلة قبل أن ننهي الاجتماع؟ بالمناسبة لو بتسأل عن حاجة مفرد مش جمع، تفتكروا نستخدم إيه بدل are there any؟ اكتبولي في التعليقات. 3. Politely. Polite شرح polite صفة بمعنى مهذب أو محترم. المثال الإنجليزي He is a very polite student. الترجمة هو طالب مهذب جداً. شرح politely حال بمعنى بأدب أو بتهذيب. المثال الإنجليزي She politely asked him to leave. الترجمة لقد طلبت منه بأدب أن يغادر. 4. Are there any important details I should be aware of؟ المعنى هل هناك أي تفاصيل مهمة يجب أن أكون على دراية بها؟ جملة ممتازة جدا في مقابلات العمل أو استلام مشروع جديد. المثال الإنجليزي Before I sign the contract, are there any important details I should be aware of؟ الترجمة قبل أن أوقع العقد هل هناك أي تفاصيل مهمة يجب أن أكون على دراية بها؟ 5. Be aware of. Be aware of المعنى الأول على دراية ب أو يعلم. I am aware of the new rules. الترجمة أنا على دراية بالقواعد الجديدة. المعنى الثاني احذر من أو انتبه لي. Warning أو be careful. Be aware of the dog when you enter the garden. الترجمة احذر من الكلب عندما تدخل الحديقة. 6. Affirmative. Affirm شرح affirm فعل بمعنى يؤكد أو يثبت. المثال الإنجليزي The manager will affirm the decision tomorrow. الترجمة سيؤكد المدير القرار غداً. شرح affirmative صفة أو اسم بمعنى إيجابي أو كلمة علم أو نعم في العسكرية والراديو. المثال الإنجليزي He gave an affirmative answer. الترجمة لقد أعطى إجابة إيجابية بالموافقة. 7. Could you guide me on؟ المعنى هل يمكنك إرشادي فيه أو هل يمكنك توجيهي بخصوص تعبير راقي لطلب المساعدة. Could you guide me on how to use this software؟ الترجمة هل يمكنك إرشادي حول كيفية استخدام هذا البرنامج؟ 8. Obtaining. Obtain شرح obtain فعل بمعنى يحصل على أو ينال، وهي كلمة رسمية لget. المثال الإنجليزي You need a password to obtain access. الترجمة أنت تحتاج إلى كلمة مرور لتحصل على صلاحية الدخول. شرح obtaining الاسم أو المصدر بمعنى الحصول على. المثال الإنجليزي Obtaining a visa can take a long time. الترجمة الحصول على تأشيرة يمكن أن يستغرق وقتاً طويلاً. 9. Consume. Consumption شرح consume فعل بمعنى يستهلك سواء أكل، شرب، طاقة أو وقت. المثال الإنجليزي This old car will consume a lot of gas. الترجمة هذه السيارة القديمة سوف تستهلك الكثير من البنزين. شرح consumption الاسم بمعنى الاستهلاك. المثال الإنجليزي The government wants to reduce electricity consumption. الترجمة الحكومة تريد تقليل استهلاك الكهرباء. 10. Could you provide me with information about pricing؟ المعنى هل يمكنك تزويدي بمعلومات حول الأسعار؟ جملة مهمة جدا في الإيميلات التجارية. المثال الإنجليزي I like the product. Could you provide me with information about pricing؟ الترجمة يعجبني المنتج، هل يمكنك تزويدي بمعلومات حول الأسعار؟ Could you provide me with information about Could you provide me with information about هل يمكنك تزويدي بمعلومات حول
نفس الجملة السابقة ولكن مفتوحة لأي موضوع. المثال الإنجليزي Could you provide me with information about the new course؟ الترجمة هل يمكنك تزويدي بمعلومات حول الدورة التدريبية الجديدة؟ Guidance on. Guidance on. المعنى إرشاد بخصوص أو توجيه حوله. لاحظ استخدام حرف الجر on. المثال الإنجليزي We need guidance on the next steps. الترجمة نحن بحاجة إلى إرشاد بخصوص الخطوات القادمة. مركزين معايا؟ هندخل دلوقتي على جزء مهم جداً وهو الفرق بين كلمات بنتلخبط فيها. repair, fix. الفرق بينهم الكلمتين معناهم يصلح، لكن fix تستخدم للإصلاحات السريعة البسيطة أو المشاكل العامة. أما repair تستخدم للإصلاحات المعقدة اللي محتاجة أدوات أو مهندس وميكانيكي. شرح fix. المثال الإنجليزي Can you fix this broken link on the website؟ الترجمة هل يمكنك إصلاح هذا الرابط المكسور في الموقع؟ شرح repair. المثال الإنجليزي The mechanic will repair the car engine. الترجمة الميكانيكي سوف يصلح محرك السيارة. process. process. المعنى الأول كاسم بمعنى عملية متسلسلة أو خطوات. المثال الإنجليزي Learning a language is a slow process. الترجمة تعلم لغة هو عملية بطيئة. المعنى الثاني كفعل بمعنى يعالج أو ينجز معاملة. المثال الإنجليزي The bank will process your request tomorrow. الترجمة البنك سيعالج طلبك غداً. Great. Grand. شرح great عظيم كبير في القيمة أو رائع. المثال الإنجليزي He did a great job on the project. الترجمة لقد قام بعمل عظيم في المشروع. شرح grand فخم ضخم جدا أو كبير في المقام. المثال الإنجليزي They live in a grand hotel in Paris. الترجمة هم يعيشون في فندق فخم في باريس. exceed. المعنى يتجاوز أو يتخطى الحد المسموح أو التوقعات. المثال الإنجليزي Do not exceed the speed limit. الترجمة لا تتجاوز الحد الأقصى للسرعة. current. currently. شرح current. المعنى الأول كصفة الحالي. المثال الإنجليزي My current job is very boring. الترجمة وظيفتي الحالية مملة جدا. شرح current كاسم تيار مائي أو كهربائي. The river has a strong current. الترجمة النهر به تيار قوي. شرح currently كحال بمعنى حالياً. المثال الإنجليزي I am currently studying at the university. الترجمة أنا أدرس حالياً في الجامعة. register. register. المعنى الأول كفعل بمعنى يسجل أو يقيد. المثال الإنجليزي You must register before the event. الترجمة يجب أن تسجل قبل الحدث. المعنى الثاني كاسم بمعنى سجل أو دفتر التسجيل. المثال الإنجليزي The teacher wrote my name in the register. الترجمة المدرس كتب اسمي في السجل. aspect. المعنى جانب أو ناحية أو وجه من وجوه شيء معين. المثال الإنجليزي We must consider every aspect of the problem. الترجمة يجب أن نأخذ في الاعتبار كل جانب من جوانب المشكلة. ranging. range. شرح range كاسم بمعنى نطاق أو مدى. المثال الإنجليزي The price range is between $10 and $20. الترجمة النطاق السعري بين 10 و 20 دولارا. شرح ranging الاستخدام كفعل مستمر أو وصف بمعنى يتراوح. المثال الإنجليزي We have products ranging from cheap to expensive. الترجمة لدينا منتجات تتراوح من الرخيصة إلى الغالية. termination slash term. termination slash term. شرح term كلمة لها معاني كثيرة. مصطلح فصل دراسي مدة شرط. المثال الإنجليزي The president will serve a 4-year term. سيخدم الرئيس مدة 4 سنوات. شرح termination وهي مشتقة من term كفعل terminate وتعني إنهاء أو فصل من العمل. المثال الإنجليزي
The termination of the contract was a surprise. إنهاء العقد كان مفاجأة. Flexing fault. Flexing fault. المعنى: عطل ناتج عن الثني المستمر، مصطلح هندسي يستخدم مع الكابلات والأسلاك اللي بتبوظ من كتر التني. المثال الإنجليزي: The machine stopped working due to a cable flexing fault. الماكينة توقفت عن العمل بسبب عطل ناتج عن ثني الكابل. Sitting up. Sitting up. المعنى الأول: الاعتدال في الجلوس من وضع النوم. المثال الإنجليزي: The patient is finally sitting up in bed. المريض يعتدل جالساً في السرير أخيراً. المعنى الثاني: السهر لوقت متأخر. المثال الإنجليزي: I was sitting up all night reading a book. كنت ساهراً طوال الليل أقرأ كتاباً. Separately. Separately. المعنى: بشكل منفصل أو على حدة. المثال الإنجليزي: The items will be shipped separately. سيتم شحن العناصر بشكل منفصل. هانت يا شباب، فاضل مجموعة كلمات مهمين جداً بيجوا في الامتحانات ومقابلات العمل. Particular. Particular. المعنى: معين، محدد أو خاص، تستخدم لتمييز شيء واحد عن مجموعة. المثال الإنجليزي: I am looking for a particular book. أنا أبحث عن كتاب معين. Specific. Specific. المعنى: محدد بدقة أو مفصل. المثال الإنجليزي: Please give me specific instructions. من فضلك أعطني تعليمات محددة. Defined. Defined. المعنى: معرف أو محدد بوضوح. المثال الإنجليزي: The rules are clearly defined in the manual. القواعد معرفة بوضوح في الدليل. Targeted. Targeted. المعنى: مستهدف. المثال الإنجليزي: The ad campaign is targeted at young people. الحملة الإعلانية مستهدفة للشباب. Determined. Determined. المعنى الأول: صفة بمعنى مصمم، عازم، عنده إرادة. المثال الإنجليزي: She is determined to win the race. هي مصممة على الفوز في السباق. المعنى الثاني: التصريف الثاني أو الثالث للفعل determine بمعنى تم تحديده. المثال الإنجليزي: The cause of the fire was determined by the police. سبب الحريق تم تحديده بواسطة الشرطة. Attach. Attached. Attachment. شرح attach، فعل بمعنى يرفق أو يربط. المثال الإنجليزي: I will attach the file to the email. سوف أرفق الملف بالبريد الإلكتروني. شرح attached، صفة بمعنى مرفق أو متعلق عاطفياً بشيء أو شخص. المثال الإنجليزي: Please find the attached document. يرجى الاطلاع على المستند المرفق. شرح attachment، اسم بمعنى مرفق أو ملف مرفق. المثال الإنجليزي: I could not open the attachment. لم أستطع فتح المرفق. More formal. المعنى: أكثر رسمية، تستخدم لوصف الملابس أو طريقة الكلام. المثال الإنجليزي: You should wear something more formal for the interview. الترجمة: يجب أن ترتدي شيئاً أكثر رسمية للمقابلة. Agent. Agency. Agentic. شرح agent، اسم بمعنى عميل أو وكيل أو مندوب. المثال الإنجليزي: He is a secret agent. الترجمة: هو عميل سري. شرح agency، اسم بمعنى وكالة أو هيئة. المثال الإنجليزي: She works for a travel agency. الترجمة: هي تعمل في وكالة سفر. شرح agentic، صفة متقدمة في علم النفس أو التكنولوجيا بمعنى ذو فاعلية أو يتصرف باستقلالية. المثال الإنجليزي: AI now has agentic behavior. الترجمة: الذكاء الاصطناعي الآن لديه سلوك فاعل مستقل. After all، في النهاية أو على كل حال، أتمنى تكونوا استفدتوا وعرفتوا الفروق بين الكلمات دي. سؤال حلقة النهاردة: مين فيكم يقدر يكتب لي جملة واحدة في التعليقات بيستخدم فيها كلمة process كفعل وكلمة process كاسم؟ هقرأ كل تعليقاتكم وأصححها. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الجميل، الشير مع أصحابك عشان الكل يستفيد، وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.